مود يا اهلي اهو، مود اهو، مودي اهو. هو اكسكيوز مي بليز تيل مي بليز، مجلس اداره النادي الاهلي تيل مي، احنا جايبين مستر عموت عشان يدرب عم حارس؟ لا كده معقوله شويه. هو ايه ده يا حبايب قلب خوخ؟ ايه اللي ودنا بتسمعه؟ ايه اللي عيننا بتشوفه؟ ايه اللي بقنا بينطقوا ده؟ يعني ايه بن رمضان رسميا الى الشمال ولا الجنوب القطري، تريزيجيه الى السعوديه، امام الى توتنهام؟ لايقه دي لايقه. مصطفى شوبير مش هيطلع من كاس العالم غير بعرض، يقال ان هو جاي له عرض من استون فيلا. طيب احنا هنخلينا في النقطه اللي عشان انا هتشل عشان بس والله العظيم انا مش عاوزه اتعصب دلوقتي يا حبايب قلب خوخ. وفقا لكابتن احمد شوبير بيقول ان محمد علي بن رمضان جاله عرض، استنوا ثواني، من الشمال القطري مقابل 2 مليون دولار، والاقرب لمجلس اداره النادي الاهلي هتوافق على رحيل محمد علي بن رمضان. هو بس استفسار، مش ده محمد علي بن رمضان ان احنا كنا بندبدب قعدنا سنين كل سيزون تطلعوا لنا اشاعه ان هو جه اما نجيب ماشي؟ انا عاوز اسال سؤال، مين اللي ماشي؟ هو ليه عمل ايه؟ هو انتوا كنتوا جايبين لنا مدرب اصلا عدل عشان تمشوه؟ وكان في مدرب عدل بيدرب الناس دي؟ دي اول مصيبه واول كارثه. ثاني كارثه معانا ان رسميا تريزيجيه خلاص الى السعوديه بشكل رسمي، تريزيجيه الى الرياض السعودي مقابل 1.5 مليون دولار، وتريزيجيه اصلا متنازل على بند جزء من الفلوس، متنازل على 300,000 دولار. تريزيجيه اللي في اسوأ موسم للنادي الاهلي، تريزيجيه اللي لعب مع النادي الاهلي 32 مباراه جايب فيهم 18 جول وعامل 2 اسيست، مجلس اداره النادي الاهلي بيفرط فيه. وانتوا جايبين يعني حسين، يعني بجد والله عموته جاي يدرب مين؟ هيدرب عم حارس؟ ما كل اللعيبه عمالين تسرحوها، هيدرب مين؟ والكبيره بقى الاقرب لتعويض تريزيجيه هو ابراهيم عادل، ده مسكن جديد، ده كاتافاست جديد. يعني بدل ما نروح نجيب مدافع ونجيب مهاجم عدل ونجيب نص ملعب يعوض غياب اليو ديانج، بتمشوا اللعيبه اللي حيلتنا، بتمشوا اللعيبه اللي شالتنا الموسم اللي فات. عم سيبك من محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان احنا مش لاقيين مدرب عدل. انتوا ليه مش عاوزين تقتنعوا ان احنا ما عندناش مدرب؟ انتوا ليه مش عاوزين تقتنعوا ان لعيبه النادي الاهلي اللي انتوا كنتوا بتشتموا فيها طول السيزون مع كابتن حسام وابراهيم عاملين ازاي؟ او كل اللي في المنتخب دولت لعيبه النادي الاهلي واصلين لدور 32 وان شاء الله هنوصل لاعلى من كده. لعيبه النادي الاهلي اللي مش عاجبينكم، انتوا ليه مش عاوزين تقتنعوا ان ده مش تقصير من اللعيبه، ده تقصير من مدرب. ما بقتش هو على فكره والله في حاجه غلط في مجلس اداره النادي الاهلي احنا مش عارفين نكتشفها. ده داخل على شهر 7 اهو، مفيش ولا صفقه تم الاعلان عنها في النواقص اللي عندنا، من مهاجم، من مدافع، من وسط ملعب، او الناس اللي شايلانا انتوا بتمشوها. تريزيجيه من احسن اللعيبه اللي شالت النادي الاهلي السيزون اللي فات يا جماعه. وانا كنت بتفرج على ماتشات انتوا بتتفرجوش عليها. انا نفسي اسال سؤال، هو مين اللي بياخد القرارات دي؟ او اللي بياخد القرارات دي يطلع يفهمها لنا، لان كده الموضوع خلاص بقى تو ماتش والله اللي بيحصل. لسه شوبير لما يجي لك من كاس العالم هيجي له عروض هتمشيه، لسه امام ومحدش يطلع يقول لي اصل النادي الاهلي يا خلود ما بيقفش على حد. هو بقى في حد عشان النادي الاهلي يقف عليه؟ كل الناس مشوا يا جماعه، ما كل الناس مشوا. مين النادي الاهلي هيقف عليه؟ ما انت مشيت كل اللعيبه اللي ينفعوا واللي ما ينفعوش مشيتهم، لا بتجيب بدلهم ولا بتعوض غيابهم. احسن واحد شايلنا تمشيه. ناوي على موسم كارثي تاني يا اهلي؟ لا لغينا بقى، لغينا من دلوقتي.